أهلا بيك ويا رب تكون بخير. الزعيم. كلمة الزعيم في الأصل بتوحي بالقوة والسياسة، بتفكرنا بالشخص اللي بيقود شعب أو بيبقى ليه كلمة مسموعة في الأزمات. لكن الغريب والعجيب إننا أول ما نسمع الزعيم مش بنفكر في قائد سياسي ولا زعيم دولة. أول حاجة بتيجي في بالنا هي عادل إمام. طب يا ترى ليه؟ عشان عادل إمام قدر يجسد فكرة الزعامة بشكل مختلف تماما، زعامة فنية وإنسانية وسياسية برضه على فكرة. بقى هو الشخص اللي كل الناس بتلتف حواليه، مش لأنه بيحكمهم، لكن لأنه بيجمعهم على الضحك، على الحلم، على الحكايات اللي بتلمس قلوبهم، على القضايا اللي بتعبر عنهم. قدر يبقى الزعيم مش بس لأنه ممثل ناجح، لكن لأنه بقى جزء من حياتهم وذكرياتهم. دسوقي، أبو المجد، طلبة عباس، شافعي عبده نفلجين، بهجة الأباصيري، سرحان عبد البصير، إبراهيم الطاير، مسعود الشرنوبي، جابر زيكو، جمعة، محمود الشوان، منصور، حسنين البرتوشي، صلاح فؤاد، حسن سبانخ، عرفة مشاوير، خصوصي الخط خليفة الخط، سيد الكواوي، حنف الأبهة، شمس الزناتي، سيد كباكة، حسن بهنسي بهلول، المنسي، زينهم، بخيت حنيدة المهيطل، حرفوش ابن برقوق، الراكب دار، محروس مطاوع الدخاخني، سعيد المصري، قدر المنياوي، شريف خيري رمز الصمود، حسن العطار، مرجان أحمد مرجان، محسن هنداوي، ناجي عطلة، بهجة أبو الخير، عدلي علام، مأمون مباشر أبو العطا، نور محمد أحمد فالنتينو. كل دول الزعيم. عادل إمام لما اتسمى الزعيم ما كانش مجرد لقب، دي كانت حالة من التعلق والاحترام اللي جمعته مع جمهوره، اللي شافوا فيه القائد الحقيقي للفن المصري، اللي اتكلم عنهم بلسانهم وناقش همومهم. فعشان كده لما تسمع كلمة الزعيم بتلاقي نفسك بتبتسم من غير ما تاخد بالك، لأنك عارف إنك هتفتكر عادل إمام وذكريات أفلامه اللي لسه بتعيش معانا لحد النهاردة. وانت بتتفرج على أي فيلم لعادل إمام سواء قديم أو جديد، انت كده مش محتاج محلل سياسي ولا مؤرخ، انت هتفهم بسهولة كل التغييرات الاجتماعية اللي مرينا بيها، وكمان الحالة السياسية والاقتصادية لمصر. بس قبل ما نتعمق أكتر في حياة الزعيم وما تروحش بعيد، لأن أنا هحكي لك تفاصيل وأسرار ممكن تكون بتسمعها لأول مرة، بس ما تنساش اللايك والشير علشان يوصلك كل جديد لحظة نشره. عادل إمام ما بيحبش حد يظهر جنبه، وإن هو عاشق لفكرة البطل الأوحد. هو الكلام ده صحيح؟ عادل إمام هو أكتر ممثل اتقال عليه كلام وإشاعات لا حصر لها. أي حد حابب يطلع ترند هيكتب بس قبل ما يبدأ كلمة عاجل، ويحط بقى ما يحلو له من تأليف. طب هو عادل إمام مش قادر يرد؟ لا، هو مش محتاج يرد أصلا، بس أنا ممكن أحكي لك كام موقف كده عن عادل إمام. عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار طلب من وحيد حامد كاتب ومنتج الفيلم إن اسم حسين فهمي يتكتب جنبه على الأفيش. أنت متخيل إن في الوقت اللي فيه نجوم لسه ما اتكتبش اسمها بالقلم الرصاص في عالم الفن بيشترطوا إن اسمهم يتكتب؟ مش عاوز أقولك في الأول، لأ، ده تحس إنهم عاوزين يكتبوا اسمهم ويثبتوه طول الفيلم، أو يكتبوا بطولة فلان الفلاني ومعاه كام ممثل كده. وفي الوقت ده نلاقي عادل إمام بكل تاريخه هو اللي بيطلب الطلب ده. بالمناسبة الكلام ده قاله الإعلامي محمود سعد. المخرج حسن الإمام سأل عادل إمام عن وجه جديد يعمل شخصية كمال عبد الجواد في فيلم قصر الشوق. عادل قال له في شاب جديد اسمه نور، شفته بيعمل هاملت وينفع للشخصية جدا. وتخيل إن ده كان أول دور لنور الشريف في السينما. شريهان بقى بتحكي إن عادل إمام ساعدها في أول بطولة ليها، وده كان في فيلم خلي بالك من عقلك. ورغم إن عادل إمام في الوقت ده كان في عز نجوميته وعلى الورق كانت هي بطلة الفيلم، بس هو ما فرقش معاه كل ده وساعدها برضه. إلهام شاهين بقى قالت عادل إمام ليه فضل كبير عليا، وهو أول واحد قدمني كنجمة للسينما، وإن هو اللي رشحها وعرض عليها الدور كمان
في فيلم الهلفوت. إلهام قالت: أنا بقيت إلهام شاهين بعد فيلم الهلفوت. الفنان أحمد سلامة كان ليه موقف طريف جدا مع عادل إمام. أحمد سلامة قال عادل إمام شخصية في غاية الجدعنة اللي في الدنيا. كنا بنصور فيلم المولد في قبرص ونازلين في الشيراتون، وأنا عايش حياتي في الطلبات وفاكر إنه كله معزوم، ونزلت أدفع الحساب علشان نرجع مصر، لقيت فاتورة بحوالي 3000 جنيه قبرصي، وده كان أيامها ب6 جنيه، وكان رقم كبير جدا. وأنا كنت خلاص مسافر بقى، ورحت اشتريت هدايا بالعملة الأجنبية، وما كانش معايا ولا مليم. وابتديت أبص في الأوتيل أشوف همسح وأنضف إيه، واتصلت بأستاذ عادل وقلت له على المشكلة، فقال لي خد شنطتك واستناني، ونزل أخدني وركبنا الباص وسافرنا. ومعرفش حصل إيه، لكن الفاتورة اتدفعت. الغريب إن مع كل ده عادل إمام أكتر ممثل بيتقال عليه إشاعات، وحقيقي دي قمة الظلم، لأن المواقف دي ما بتقولش كده، ودي مش كل المواقف، ده اللي أنا فاكره بس. لما اعتزل عادل إمام الفن، طبعا دي كانت صدمة كبيرة لكل واحد عاشق للفن، لكن عزائنا الوحيد إننا نعيش على أعماله اللي أسعدتنا وعلمتنا الكثير. لما تيجي تسأل هو احنا اتعلمنا إيه من الزعيم، هيجاوب واحد سطحي ويقولك البوس. والصراحة النوعية دي من السطحيين احنا محتاجين فعلا إننا نبوسهم ونحطهم على جنب. الزعيم يا صديقي قدم كل أشكال الدراما، وناقش كل القضايا، وواجه وتحدى وحارب، وكان شجاع لما وقف في صف وطنه في أصعب الظروف. انت متخيل ان هو كان متهدد طول الوقت بحياته، ومع كل ده ما تراجعش لحظة. عادل إمام كمان علمنا ان الحياة موقف، وان الجبناء ممكن يعيشوا في أمان بعيد عن الخطر، لكن الشجاع بيعيش 1000 مرة، وهو اللي بينتصر في النهاية. يوم اغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة، كان عادل إمام أول واحد يروح له. عادل إمام كان من أعز أصدقائه، وبكى بحرقة، وقرر يحول دموعه لفن. وفعلا جسد شخصية فودة في فيلم الإرهابي، واللي جسد الشخصية الفنان الراحل محمد الضفراوي. في نهاية الثمانينات حصلت خناقة في أسيوط، مجموعة من الجماعات الإسلامية هجموا على فرقة هواة مسرحية بالجنازير. وقتها عادل إمام قرر يسافر لأسيوط بنفسه، وراح وعرض هناك مسرحية الواد سيد الشغال. دي كانت أول مرة حد من الفنانين يعمل كده ويواجه العنف بالفن، في الوقت اللي بقية الفنانين كانوا بس بيتفرجوا. عادل كان دايما بيراهن على المستقبل، وبيواجه الفكر المتطرف بالفن، وده كان أقوى سلاح عنده. الإخوان طبعا اتجننوا وهاجموه بأبشع الألفاظ وهددوه بالقتل، وطبعا أسرته كانت خايفة عليه جدا، خصوصا لما قرر يعمل فيلم الإرهابي في التسعينات. قبل ما يبدأوا تصوير الفيلم كان في محاولة لاغتيال صفوة الشريف، بس لما حصلت محاولة اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي قدام مسرح الليسيه اللي كان عادل بيعرض فيه مسرحيته، زوجته السيدة هالة الشلقاني طلبت منه إن هو ما يكملش تصوير الفيلم. لكن بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي واللي استشهدت فيها الطفلة شيماء، كان وقتها بداية تصوير الفيلم. دخلت زوجته عليه وهي بتعيط وقالت له كمل الفيلم علشان أولادنا وأحفادنا. والفيلم اتصور وسط ظروف مرعبة وبحراسة الشرطة، ونجح نجاح أسطوري، وكان سلاح فعال ضد أفكار الجماعة الشيطانية اللي بتتاجر بالدين وبتبتز الناس. عادل فضل على موقفه وكان واضح وصريح في عدائه للجماعة دي، حتى لما طلعت ظاهرة الفنانات التائبات هاجمهم من غير أي رحمة، وأكد إن الفن مش عار أو ذنب علشان حد يتوب منه. عادل إمام كان مؤمن إن التطرف الديني والإرهاب وحش بيحاصرنا ولازم نتصدى ليه، علشان كده اتكلم عنه في أفلامه الإرهابي وطيور الظلام والإرهاب والكباب. انت متخيل إن فيلم رمضان فوق البركان كان أول فيلم شاور على شركات توظيف الأموال وكراكون في الشارع، وده بقى كان بيناقش أزمة الإسكان. وعندك بقى حتى لا يطير الدخان والمحفظة معايا والحب في الزنزانة، ودول كانوا بيناقشوا قضية الانفتاح الاقتصادي. في لقطة كده بتبين قد إيه إن عادل إمام مش ممثل موهوب، لأ ده كمان كان ذكي جدا وقادر إن هو يطور من نفسه. وهي اللقطة اللي قدامك دي من فيلم مرجان أحمد مرجان، واللي قفل بيها مرجان أغنية الفيلم والشباب كلهم واقفين حواليه. بعيدا عن معناها جوه أحداث الفيلم، هي كانت بتقول بشكل تاني إن عادل إمام وقتها نجح بالفعل يلم جمهور الشباب حواليه ويعمل أفلام تناسبهم ويحبوها ويتأثروا بيها كمان.
وده كان في فترة صعبة جدا في السينما. وبالنسبة لنجم كبير زيه، كان هو الوحيد تقريبا من جيله اللي كان بيعمل أفلام وبينافس بيها جيل الشباب الجديد وقتها، والمنافسة ما كانتش سهلة أبدا، ولكن هو كالعادة عرف يفهم الجمهور والسوق عايز إيه. فاكر يا صديقي فيلم الهلفوت؟ أهو ده واحد من أعظم الأفلام في تاريخ السينما المصرية. بس أنا مش هقولك حاجة من الفيلم، أنا هحكي لك موقف كده طريف. عادل إمام قبل تصوير الفيلم كان عنده مشكلة صعبة جدا، وهو إنه يختار ملابس الشخصية عرفة مشاوير. هو ما كانش عاوز يلبس هدوم مقطعة ويبقى شكله مصطنع، هو كان عايز الشخصية تبان حقيقية وبتعكس واقع شخصية المتسول. الزعيم فكر إن هو يشتري بنطلون ترنج جديد ويوسخه علشان يبان قديم، بس هو برضه ما اقتنعش بالفكرة دي. وفي رحلة البحث عن الملابس المناسبة قابل بالصدفة شاب بيلعب كورة في منطقة عابدين، وساعتها الشاب ده كان لابس بنطلون ترنج قديم ومتقطع، وعرض عادل إمام على الشاب ده إن هو يشتري منه البنطلون مقابل 50 جنيه. طبعا الشاب وافق بسرعة وما كانش مصدق أصلا، وقلع البنطلون في الشارع وخد الفلوس ومشي. وبقى البنطلون ده هو القطعة الأساسية في ملابس شخصية الهلفوت. عادل إمام كان بيقول أنا ربنا بيحبني إن اتجوزت هالة، وقصة حبنا من نوع خاص. وكان بيحكي هو اتعرف إزاي على زوجته هالة الشلقاني، واللي حصلت بالصدفة لما كان في يوم من الأيام معزوم في بيت صديقه سمير خفاجة. وقتها كان عادل لسه في بدايته الفنية، وهالة كانت جارة سمير. الكل بدأ يعكسها، لكن هالة سكتت وما قالتش أي حاجة، لكنه أعجب بتصرفها وأخلاقها وقرر يتقدم لها فورا. بعد ما اتجوزوا هالة اشترطت عليه إنها تفضل بعيدة عن الإعلام، وده اللي خلى ظهورها نادر في البرامج التلفزيونية. أما عادل فكان في البداية مش عاوز يخلف، لكن هالة فاجأته لما حملت وأنجبوا ولدين وبنت، رامي وسارة ومحمد. ودلوقتي عادل عنده 8 أحفاد، منهم 3 أولاد المخرج رامي إمام، وهم عادل ورقية وعز الدين، وبنتين بنات الفنان محمد إمام، وهم إسمت وخديجة، و3 بنات لسارة إمام، كاميليا وهالة وأمينة. في النهاية علشان نتكلم عن الزعيم عادل إمام ونقدر نبين قد إيه إن هو كان إنسان وفنان عظيم، فإحنا مش هنقدر نعرض ده في فيديو واحد، إحنا محتاجين على الأقل نعرض ده في مسلسل، وكمان مش من جزء واحد ولا 2، ممكن أكتر. يا صديقي عادل إمام سيذكره الناس في كل وقت وحين، وسيظل مطبوعا في وجدانهم إلى أن تقوم قيامتهم. وها هو الزعيم تظل سيرته حية وملهمة لأجيال. نعم، فهو النجم الذي لم ولن يجود الزمان بمثله مرة أخرى. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد لحظة نشره. سلام.